السلام عليكم حبابنا وصحابنا، مرحبا بكم معنا في قناتكم قناة هيفا تيفي. الناس اللي أول مرة تشوفنا نقول لكم مرحبا بكم معنا. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد. كما علمتم مشاهدينا، الفيفا قد أعلنت عن منافسين الذين ستلعب معهم الجزائر في هذه التصفيات، ولهذا اليوم راح نتعرف على أهم الاستعدادات التي سيقوم بها الفريق الوطني مع مدربه جمال بالماضي. في مقدمة الاستعداد سيكون التدريب مكثف ومنظم، كما سيكون صارما من أجل لياقة بدنية وفنية وتحسين مهارات فردية، بالإضافة إلى تدريبهم على التفاعل مع بعضهم البعض وتحسين اللعب الجماعي، مع إجراء مناورات ودية مع فرق أخرى لتجربة أساليب اللعب وتحسين الأداء الجماعي، وكذلك لتجربة الأداء العام للفريق وتحديد نقاط القوة والضعف. كما يجب دراسة الخصوم وتحليل أساليب لعبهم ونقاط القوة والضعف الخاصة بهم، وكذلك دراسة اللاعبين الرئيسيين وكيفية التعامل معهم أثناء المباراة. كما سوف يهتمون بالتغذية الصحية المتوازنة لدعم أدائهم البدني والعقلي، كما اهتمام بالصحة النفسية من أجل تحقيق نتائج جيدة. لذلك يقوم الفريق بتوفير الدعم النفسي اللازم للاعبين وتحديد الطرق المناسبة للتعامل مع الضغوط المباريات. يعمل الفريق على وضع استراتيجية مناسبة لكل مباراة، وذلك بالاعتماد على التكتيكات المناسبة وتكوين تشكيلة مناسبة لتحقيق أفضل أداء ممكن في المباراة. كان هذا هو الفيديو متاعنا لنهار اليوم. لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناة. سلام.